انسي بقى من بعد الفيديو ده اللي انت تعملي الكيكه الرواني، الكيكه الجامده التحفه دي، وتطلع معاكي فيها اي مشكله. شايفين الجمال وشايفين قد ايه طالعه هشه وشايفين جمالها بجد تحفه. انسي بقى من بعد الفيديو ده ان انت يطلع معاكي اي مشكله في كيكه الرواني. يعني هتعمليها وانت مغمضه عينك في 10 دقايق كده، ما بتاخدش معايا اي وقت. انا مش هطول عليكم، بس قبل ما ندخل نشوف الطريقه تنزلي دعميني باللايك والاشتراك. يلا بينا يا حبايبي نشوف طريقة كيكة الرواني السهلة البسيطة دي. يلا بينا. اول حاجة نصلي على الرسول ونقول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا بولة فاضية، تمام يا حبايبي. واول حاجة هنزل في البولة الفاضية باول كوباية من الدقيق. تمام، ركزوا معايا عشان تقدروا تعملوا احلى كيك. ومعايا كوباية تانية دقيق عادي. تمام، يبقى انا كده نزلت بكوبايتين دقيق عادي. الكوباية التالتة كوباية سميد بسبوسة. تمام كده لحد دلوقتي. الخطوة اللي جاية هنزل ببيكو باودر. تمام. بعد كده حبايبي، بعد ما ضفت الباودر على الدقيق على السميد البسبوسة، هنزل برشة ملح بسيطة قوي. وبعد كده هقلب كل الحاجات الجافة دي في قلب بعض. تمام. يلا بينا بقى نخش على الخطوة اللي جاية. الخطوة اللي جاية معايا شفشق خلاط فاضي عادي. تمام. بعد كده هضيف في قلب شفشق الخلاط اول كوباية من الزيت. واهم حاجة عشان الكيكة تطلع معانا مظبوطة، اهم حاجة تبقى الكوبايات كلها مقاس واحد. دي حاجة مهمة اوي. بعد كده معايا اول كوباية من السكر. انا هنا مستخدمة كوباية ونص من السكر. لو انتوا ما بتحبهاش مسكرة اوي او مرضى السكر، يبقى كوباية او كوباية وربع. بعد كده معايا 3 بيضات نزلت بيهم كده في قلب الخلاط. لو البيض صغير يبقى 4، لان البيض ده هو اللي بيساعد ان هي تبقى هشة وخفيفة. بعد كده معايا علبة زبادي بلدي عادي. وبعد كده معايا باكو فانيليا بطعم البرتقال. تمام. بصوا بقى الحركة اللي جاية اللي انا هعملها دي. انا هنا معايا كوباية مية عادية من الحنفية، ولا هي دافية ولا اي حاجة، مية عادية خالص. وضفت فيها باكو فروتي. تمام. وقلبت كده الفروتي في قلب المية لحد ما يدوب. تمام حبايبي. وهرجع اضيفه فين؟ على بقية المكونات اللي موجودة معانا في الخلاط زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. وعلى فكرة لو انتي مثلا مش حابة الفروتي، ممكن تستخدمي في الخطوة دي كوباية لبن او كوباية عصير برتقال فريش. وبعد ما ضربنا الحاجة السايلة كلها في الخلاط، ضفتها على المكونات الجافة اللي معانا. بعد كده حبايبي خدوا بالكم قوي من الخطوة دي، وانا بقولها في كل الفيديوهات بتاعتي. انا بقلب الكيكة هنا اتجاه واحد. دي خطوة مهمة قوي. مينفعش نقلبها ولا شمال ولا يمين، لان الحركة دي. تمام. بص انا